حد بيسأل وبيقول يا دكتور انا بستخدم علاجات كتير لشعري ومفيش اي نتيجه. بص انا كنت فاكر ان حل اي حد عنده تساقط انه يجيب اقوى سيرم في السوق، لحد ما اكتشفت حاجه غريبه جدا، ان في ناس بتعالج التساقط وسايبه فروه الراس بتاعتهم مش صحيه. يعني ايه مش صحيه؟ يعني في بيلد ابس، دهون وقشره والتهابات خفيفه. ببساطه انت لو جايب اقوى سيرم وبتحط العلاج بتاعك انت بتحطه على ارض بايظه، وعشان كده النتيجه بتكون قليله او تكاد تكون منعدمه. ومن هنا بدات اغير التفكير خالص. اول حاجه في علاج تساقط الشعر مش الشعر نفسه، الفروه الاول. وبحكم ان انا عندي تساقط زيكم فاكيد مش كل يوم عشان انضف فروه الراس ان انا استخدم شامبو. ده انا كده مش بعالج تساقط الشعر، انا كده بزود. الايام اللي ما بستخدمش الشامبو فيها وبحط تريتمنت على الشعر بتاعي، فيبقى روش سبراي قبل ما ابدا الروتين بتاع علاج شعري اسمه السكالب سبراي من كلاري. والفكره هنا انه مش بينبت الشعر على طول، لا ده بيظبط البيئه اللي الشعر يقدر يعيش فيها. وده ليه بقى؟ لان في مكونات زي الماتشا اللي بتعمل ديتوكس طبيعي للفروه بتاعت الراس بتاعتنا وتحافظ على التوازن وافراز الدهون. بالاضافه ان في الاكواكسيل اللي برضه هيعمل ترطيب عميق للفروه بتاعت الراس. يعني جاف الفروه ده تنساه خالص. فالنتيجه هنا حكه اقل، دهون منتظمه وفروه نظيفه. وساعتها بقى اي تريتمنت هتحطه على شعرك هيبدا يشتغل بجد. فالخلاصه مفيش نمو للشعر من غير فروه صحيه. لو فروتك بايظه وكل حاجه بتحطها على شعرك بتضيع، عايزك تدخل بس السبراي ده في الروتين بتاعك وهتحس فرق كبير. انا عن نفسي بقالي فتره بستخدمه قبل الروتين بتاع علاج شعري. واي حد بيسال يجوا منين فموجود في كل الصيدليات، وممكن تطلبوا اونلاين من الويب سايت الرسمي بتاعهم من اي باركفيل، واسيب لكم برده البرومو كود بتاعي في الديسكربشن. وبس كده، اي حد بيعاني من مشكله ثانيه يكتبها لنا تحت في كومنت.